مبسوط كده يا عم سيد؟ شوف يا عزوز يا ابني، القاعدة العلمية بتقول ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. يا سلام، دي قاعدة علمية؟ دي كانت قعدة أنس دي. انت ضيعتنا يا عم سيد. عزوز يا ابني في حد يعلم الطريق بسحابة وفي الآخر تقول لي أنا اللي ضيعتكم يا راجل؟ ما بالراحة على الجدع يا عم سيد، ما تزعلش يا عزوزي. خلصنا بقى منك ليه؟ كلمة أبرك من جرنان. الليل داخل علينا وإحنا في جزيرة مش عارفين هنتصرف إزاي. خلاص يا جماعة خلاص، احنا لازم نرتب نفسنا بقى ونعرف هنعمل ايه. يا ترى اللاسلكي شغال ولا ايه؟ شغال طبعا، أنا كنت بسمع عليه الماتش بس الزرار اتقطم مني وثبت على الشباب والرياضة. يا سلام، يعني كمان مش معانا لاسلكي نبعت بيه استغاثة؟ احنا كده ضعنا رسمي، احنا حتى مش عارفين احنا فين يا جماعة. عموما هنبقى يا في أفريقيا يا آسيا يا أمريكا اللاتينية، مش هتخرج من التلاتة دول صدقوني. يعني مفيش احتمال ان احنا نبقى في استراليا مثلا؟ طب الحمد لله طمنتني، منك لله يا بعيد. مالك أنت وهو مبلولين كده ليه؟ يا أول مرة نتوه ولا إيه؟ ما إحنا ياما توهنا ولسه ياما هنتوه. إيه؟ الحقيقة هي أول مرة نتوه فعلا، أول مرة أصلا نخرج بره مصر. انا شفت كذا فيلم قبل كده شبه اللي احنا فيه ده. بصوا بقى يا جماعة، اول حاجة قالوها في الفيلم ان لازم نختار قائد. أيوة طبعا، يا إما الدنيا تبوظ من غير قائد. عزوزي حبيبي هو القائد طبعا، أكثرنا علما وأجملنا شكلا. قمر يا ناس يا أختي. نعم يا أختي، عزوز ده إيه؟ ده هو السبب في اللي إحنا فيه. اسمعوا أنتوا الأربعة، إحنا هنا مش في المطار. القائد هنا لازم يبقى حد مخربش، حد صايع زي كده. يا سلام، بقى هيصة التباع هو اللي هيقودنا للخروج من الأزمة. بس بقى، لا انتوا هتتخانقوا ولا ايه؟ احنا هننتخب قائد زي اي مجتمع متحضر. يبقى كل واحد يعمل دعاية انتخابية لنفسه ويقدم برنامجه ونعمل انتخابات وإعادة، واللي يكسب هو اللي يدير شؤون الجزيرة. هي دي الديمقراطية. الديمقراطية دي تبقى خالدة. طبعا عزوز هو اللي هيكسب عشان نعناع هتصوت له. صوتوا عليك يا بعيد، ما هو أمثالك اللي خربوا البلد. بس انت وهو بقى، انتوا بتتخانقوا على ايه بس؟ دي مسؤولية اصلا، واحنا مش هنكمل عمرنا هنا. محدش يعرف الجزيرة دي فيها ايه وايه حجم الخطر. أيوة، ممكن يبقى فيها آكلين لحوم بشر. يا ليلة غامقة أو حيوانات مفترسة. بما اني انا الكابتن فانا المسؤول عن القيادة لغاية ما نخرج من الازمة. دلوقتي لازم نقسم نفسنا، حد يبقى مسؤول عن الامن وحد يولع نار علشان لو مركب او طيارة معدية تشوفنا، وحد يدور على اكل ويستكشف الجزيرة، وعم سيد منه لله يحاول يصلح اللاسلكي. أنا هشوف حاجة ناكلها. وأنا هستكشف الجزيرة، لا يكون في خطر ولا حاجة. أنا هحاول أصلح اللاسلكي بس ما وعدكش، أصلي نسيت العدة في المطار الصبح، بس ممكن أكتب كلمة هيلب بالحجارة تتشاف يجوا على طول. حلو، وانا بقى هستريح شوية كده لغاية ما تنجزوا. انا اعصابي يا جماعة تعبت وانا بهبط بالفرير. يا صلاة النبي، لا يا حبيبي، القائد بيبقى أول واحد يشتغل مع الناس. أنت حاول تولع نار. ماشي الكلام، يلا كل واحد بقى يشوف مهمته ايه ونتقابل هنا بعد ساعتين. يا عزوز مش أنا يا ليلى ولا بنسمة هواك مايلة. يا عزوز، والنبي لقليله شوية سمك بحبة زيت في تسمن الفريرة ايه يرموا بدنه. والنبي عزوزي حبيبي اتمقت. يفرق ايه عني انا عزوز ده؟ مش فاهم. من يعني ربنا مديله حتى لما نقع على جزيرة يختاروه برضه هو القائد، مع انه عيل ملوش لازمة.
مش عارف اولع نار ازاي. بس انا شفت الاستاذ توم هانكس عمل القوس ده، بس مش فاكر استخدمه ازاي. هو كان باين كده كان بينشن على حاجه بطريقه معينه، مش فاكر بصراحه يعني. انتوا كويسين يا جماعه؟ سمعتوا صوت الطبله دي؟ اه سمعناه. ده ايه الصوت ده؟ انا لو اللي في دماغي صح يبقى ضعنا. عزوز يا ابني، انت دماغك عادة بتبقى فاضية ما فيهاش حاجة. ايه المهم؟ عملت ايه يا عم سيد؟ اهو يا سيدي، قطعة فنية مع تحياتي عم سيد. ايه ده يا عم سيد؟ ده انا شايفها بالعافيه من هنا. وايه ده؟ هلب هلب بالاي يا عم سيد. انت ضيعتنا تاني. هو ده الصوت. انا خايف. يا ناس اسمعوني بقى، دول اكيد اكلي لحوم البشر، وهيمسكونا وهيذبحوا حد مننا كقربان يعني. انا شفت الكلام ده في كذا فيلم قبل كده. الحمد لله اكلي لحوم بشر. ده على اساس انك ايه يعني يا نعناع؟ ها؟ وهيذبحوا حد مننا قربان؟ يعني ايه؟ يعني احنا غالبا في افريقيا، ودول قبائل اكلي لحوم البشر، وهياخدوا واحد مننا ياكلوه. ايه يعني اللي ما فهمتوه؟ لا يا حبيبي انا مش هتاكل. مش انت القائد؟ ياكلوك انت. ياكلوا مين يا جدع انت؟ عزوزي ما حدش ياكله، لا انا بس اللي اكله. قصدي ما ينفعش ياكلوه، ده هو قائد. ان كان ولا بد ياكلوا عم سيد حتى يرمي معاهم لحم. لحم ايه اللي هرميها مقصوفة الرقبة انت؟ عزوز يا ابني، خليهم ياخدوا نعناع. لا يا حبيبي، اذا كان كده بقى نعمل انتخابات ونشوف مين اللي هيتاكل. انا رأيي القائد هو اللي يتاكل. اشمعنى دي ما بتتخانقوش عليها؟ بتسلموني على طول. عزوز يا ابني، كان شرف ليا العمل تحت قيادتك. سلام يا كابتن. مش هننساك ابدا. انا ونعنوع هنسمي اول واد على اسمك عزوز. اتلم يا هيصة، انا هفضل مخلصة لذكراه. مع السلامة يا عزوز، مع السلامة. ايه ده يا جماعه؟ دي مزيكه مهرجانات. يا سلام، مهرجان اكيل لحوم البشر. ايه الحلاوه دي؟ ايه الطعامه دي؟ قبيلة فنية جدا. السلام عليكم يا رجاله، حد عاوز توصيله؟ انا رايح الكتكات. ايه ده؟ هو حضرتك في كتكات في افريقيا؟ ايه؟ طبعا يا بيه، ما الوراق في افريقيا واحنا كلنا كده في افريقيا. الوراق؟ يا بهوان، جزيره الوراق احسن ناس في افريقيا. افريقيا البلد. وراق وراق وراق، نفرين وراق واربعه افريقيا.